هذه الحلقة برعاية سامسونج. السلام عليكم. المنتخب الفرنسي أول المتأهلين لدور ال16. المنتخب السعودي يرفع الراس ويخسر، يؤدي جيدا ويظلم تحكيميا والفرصة ما زالت قائمة. الأرجنتين تنتفض وتفوز وميسي فجر الدنيا هنا في قطر. وشكلنا على موعد مع مواجهة فرنسية أرجنتينية مكررة للمونديال الثاني على التوالي في دور ال16. والمنتخب التونسي يسقط في اختبار أستراليا للأسف، وتصعب المهمة بشكل كبير ونحتاج شبه معجزة. ولكن سأذكر اليوم المشكلة الحقيقية للمنتخب التونسي. يلا ننطلق في حلقتنا المونديالية الرائعة. صح، نسيت احكي لكم، ترى كبرت عائلتنا وصارت 6 مليون انسان. اعشقكم والله، لكم كل الحب والاحترام والاجلال والاكبار والتقدير وقبلة على جبينكم. ويلا ننطلق الان برحلة 7 مليون مشترك. اشترك بالقناة وفعل الجرس على الحلقات المونديالية اليومية، وبيج لايك للحلقة وهدفنا 500 ألف لايك. انطلقنا. المنتخب الفرنسي يفوز ويقنع ويسقط الخصم العنيد الدنمارك 2-1 في استاد 974. كنت حاضر المباراة من الملعب، فراح احكي لكم ملاحظاتي الخاصة. اول شيء، المنتخب الفرنسي كسر لعنة خروج البطل من دوري المجموعات، واكد انها مجرد صدفة حصلت مع منتخبات سابقة لاسباب مختلفة وليست متشابهة. ركزوا، يعني مش قانون ويسري كل منتخب كان بطل وخرج، كان هناك سبب واضح لخروجه من دوري المجموعات يختلف عن الابطال الاخرين. يعني مثلا في 2002 لما خرجت فرنسا من كأس العالم وهي البطلة المتوجة في 1998، قائد المنتخب وقتها مارسيل ديسايا المدافع العملاق اخبرني يوما ما وقد التقينا وجلسنا واخذنا الحديث، فلما سألته عن ذاك الخروج فقال لي من دون تردد: شفنا حالنا على العالم وعلى كرة القدم فعاقبتنا، كنا ابطال العالم 98 وابطال يورو 2000 وابطال كأس القارات 2001، من يقف في وجهنا؟ ولاعبونا هم الافضل في العالم ومهاجمونا هم هدافو دورياتهم، كنا اقوى فريق في العالم فتعالينا، فكانت النتيجة خروج من دوري المجموعات. الشاهد في الموضوع اني كنت على يقين بأن المنتخب الفرنسي سيمر من دوري المجموعات وقد تم الامر. النقطة الاخرى هي الثأر، فالمنتخب الفرنسي اخذ حقه وثأره الكروي من المنتخب الدنماركي القوي جدا. الدنمارك انتصرت على فرنسا مرتين في اخر 5 شهور في دوري الامم الاوروبية، فازوا في فرنسا وكرروا انتصارهم في الدنمارك. ولذلك عزائي الوحيد كان اني صبرت نفسي وقلت نثأر في المونديال، وقد تم بحمد الله. الامر الاخر هو انه المنتخب الفرنسي يتوسم خيرا بتواجد المنتخب الدنماركي معهم في نفس المجموعة، بشرط انه المنتخب الفرنسي لا يخسر فسيحقق اللقب. ايش شو قصدك يا محمد؟ شو قصدك؟ هاي لطيفة من اللطائف مش قانون، بس حقيقة تاريخية وسأذكرها. فرنسا في يورو 1984 كانت الدنمارك معهم في نفس المجموعة، فرنسا فازت 1-0، ثم كان التتويج الاول لفرنسا في بطولة اليورو تاريخيا مع نهاية البطولة. فرنسا في كأس العالم 1998 كانت الدنمارك معهم في نفس المجموعة، فازت فرنسا 2-1، ثم كان التتويج الاول لفرنسا في كأس العالم في تاريخها مع نهاية البطولة. فرنسا في يورو 2000 كانت الدنمارك معهم في نفس المجموعة، فازت فرنسا 3-0 في دوري المجموعات، ثم كان التتويج القاري الثاني للمنتخب الفرنسي في بطولة اليورو. فرنسا في كأس العالم 2018 كانت الدنمارك معهم في نفس المجموعة، تعادلا 0-0 في الجولة الثالثة وتصدرت فرنسا المجموعة، ثم كان التتويج العالمي الثاني لفرنسا ببطولة كأس العالم. يعني الدنمارك تصاحب فرنسا في ألقابها الأربعة التاريخية الأكبر، 2 كأس عالم و2 يورو. وبالأمس فرنسا مرت من الدنمارك في دوري المجموعات في كأس العالم 2022. هاي ملاحظة أقوى مليون مرة من ملاحظة خروج البطل من دوري المجموعات في البطولة التالية، هاي ما صارت من قبل في عالم كرة القدم، وهي تبقى لطيفة من اللطائف نتونس فيها، وليست قانون ثابت لابد أن يحصل، بس قوية ربنا الله. طيب زي ما حكيت لكم، أنا كنت امبارح جالس في المدرجات أتابع فرنسا والدنمارك. طيب شوفوا شو صار معي في المباراة امبارح. أخوي عدي الضعيف ما بيشجع حدا، لا فرنسا ولا الدنمارك، بس جالس جنبي يستفزني وحامل علم الدنمارك، ازعجني واكل راسي، بس انا قتلت وحطيت سماعه الجلاكسي بادز 2 برو وفعلت وضع النويز كانسليشن. يلا جيبها يلا جاء من مبابي اللي ما يرحمش يهرب، اللي ما يرحمش يوزع. رسميا عزلت الضوضاء تماما من جنبي ودخلت عالمي الخاص وشغلت معلق المباراه وعشت جوي على الاخر. طيب نتكلم فنيا عن المباراه. المنتخب الفرنسي فيه من الايجابيات ما لا يعد ولا يحصى، ولكن قبل الايجابيات خلوني اذكر اهم 3 نقاط سلبيه بخصوص المنتخب الفرنسي بطل العالم. ذكر السلبيات اولى الان. المشكله الاولى انه المنتخب الفرنسي يتلقى الاهداف عكس مجريات المباراه، يكون الافضل والمسيطر والمهدد بالطول والعرض، ثم يخطف الخصم هدف مفاجئ من دون سابق انذار. هذه مصيبه لو ما تنبه لها المدرب ديدي ديشام. تكررت في لقائي استراليا والدنمارك، وهي السلبيه بتدق ناقوس خطر في الادوار القادمه. المشكله الثانيه هي اهدار الفرص الكثيره. المنتخب الفرنسي هو اكثر منتخب يصنع فرص في البطوله، ولكنه لا يسجل الا القليل منها. حتقول لي طماع يا محمد، مسجل 6 اهداف في مباراتين. نعم صحيح، بس مضيع اكثر من 10 بالمقابل. وفي الادوار المتقدمه التسجيل من انصاف الفرص هو ما يمضي بك الى الامام. بالامس مبابي وجريزمان وجيرو ضيعوا فرص خطيره جدا، كان ممكن الدنمارك تحمل سكور عالي وترجع زعلانه
على الفندق. ولكن هذا هو ديدن المنتخب الفرنسي في البطولة. في 2018 أحد أقوى أسباب التتويج كان التسجيل والحسم من دون رحمة وبلمح البصر ومن أول فرصة. تتذكروا مع كرواتيا في النهائي. طيب المشكلة الثالثة هي الركلات الركنية. المنتخب الفرنسي يتحصل على عدد مهول من الركنيات ولكنه لا يوجد استثمارها. بالمقابل المنتخب يعاني مع الركنيات المحتسبة ضده. الدنمارك سجلت من ركنية بالأمس وسجلت من ركنية في آخر مواجهة في شهر 9، في حين فرنسا لا تستثمر العدد المهول من الركلات الركنية المتحصل عليها، مع انه عندهم عمالقة ولاعبين بقامات فارعة، بس ما في شكل محدد لخطة الوقوف والتمركز والتحرك مع الركلة الركنية. اتمنى ديشام يجد الحل. هذا بالنسبة للسلبيات. اما الايجابيات فهي كثيرة جدا، ساذكرها على السريع. كيليان مبابي هو افضل لاعب في البطولة حتى الان من دون منازع، وهو هداف البطولة ب3 أهداف ومن دون ركلات جزاء، الاخطر والاسرع والامهر بين الجميع وبفارق واسع عن البقية. هاي حقيقة لابد تقبلها شئنا ام ابينا. شتان بين مبابي يورو 2021 الصيف الماضي العاجز عن تسجيل هدف واحد في اليورو، ومبابي كأس العالم 2022 المتوهج الناري. احنا بنحكم حتى الان على اول جولتين، الله اعلم ما القادم، يا رب يكمل. ولكن هو مبابي ما بصير اذكر دون ان اذكر مشكلته الكبيره الازليه وهي تضييع الاهداف. هو الموهبه الاولى من دون شك والافضل بين الجميع ويسجل كثيرا بس يهدر اكثر بكثير. بالامس تصرف في بعض الكرات بطريقه بتخليك تشد شعرك، ايش هذا؟ حتى قلت لاصدقائي في المدرجات الجالسين معي تخيل لو هاي الفرص نفسها اتيحت للظاهره رونالدو، هل كان راح يتعامل معها بذات الطريقه؟ المشكله انه مبابي بيسجل وبيخليكم تنسوا، بس انا لا انسى قدراته العاليه على الاختراق والوصول ممكن تخليه هداف العالم من دون منازع، ولكنه يهدر اكثر مما يسجل. يبقى بالمجمل هو الافضل في كاس العالم حتى الان. من اللاعبين المبدعين كذلك جريزمان وديمبلي ورابيو وتشواميني وثيو واوباميكانو، سداسي يقدم مونديال خارق. جريزمان يقوم لفرنسا بدور ميسي في الارجنتين، بل يقوم بدور دفاعي وقاطع للكرات لا يقوم به ميسي. مشاهدته من الملعب متعه، هو العقل المدبر لكل شيء في الامام. ديمبلي اذا انطلق لا يوقف احد، افضل نسخه لديمبلي مع المنتخب منذ استدعائه الاول في عام 2016. رابيو مفاجئني كثير، هو كذلك يقدم افضل نسخه مع المنتخب الفرنسي منذ انضمامه عام 2015، قوي بدنيا وحل ممتاز في الالعاب الهوائيه وقطع الكرات وتنظيم الهجمه، يعيب السرعه، هو هيك ستايله لاعب بطيء. اوباميكانو وحش في الدفاع، ومفاجاه المونديال هي اللعب به اساسيا، قاطع كرات ممتاز حتى الان، ممرر رائع للغايه من الخلف الى الامام وتحرير الكره تحت الضغط. هو عنده عاده لازم يعملها وهي الاخطاء الفرديه، وعمل وحده بالامس مع الدنمارك وربك ستر فيها، ولوريس عاتبه بشده، بس بالمجمل اداؤه روعه. ثيو هرنانديز ينطبق عليه القول رب ضاره نافعه، لولا خروج اخوه مصاب في اللقاء الاول لما شفنا روعه اداؤه الخارق. اكاد اجزم بانه افضل ظهير ايسر هجومي في العالم حاليا، يصنع هدف في كل مباراه، امداد هجومي رهيب وسويتشات خياليه مع مبابي. مبسوط كثير ومحظوظ انه خلف ثيو، وتشواميني الاخر يقدم مونديال خيالي ما شاء الله عليه. لا اقول يعوض بوجبا، فلا احد قادر على تعويض بوجبا في نسخته الاستثنائيه في المونديال، ولكن على عمره واسلوبه وثقته بنفسه فاحنا كثير محظوظين فيه. جيرو في نسخه كاس العالم 2022 اقوى بكثير من نسخه 2018، هذا كله يحسب لديشام وطاقم الفني. هيئوا المجموعه بشكل جيد لكاس العالم بعيدا عن اجواء الاصابات التي عصفت بالمنتخب، امنوا بالزاد البشري المتوفر لديهم، المنتخب مقنع للغايه، يحشر خصومه في مناطقهم، سرعه تناقل الكره وتفاهم رائع بين اللاعبين، تقارب الخطوط والعمل بديناميكيه واضحه المعالم، الفريق يهجم كتله واحده ويتراجع للخلف كتله واحده، والجميع يعلم ما هو الدور المناط به. طيب المنتخب السعودي يخسر 2-0 من بولندا في الجوله الثانيه، لتتعقد الامور الى حد ما، كنا نطمع بالفوز لضمان التاهل او التعادل على الاقل، ولكن قدر الله وما شاء فعل. لو المنتخب كان سيء بنقول، بس اللي بزعلك انه المنتخب كان ممتاز. ما عمري شفت المنتخب السعودي بهاي القوه والنديه وروح التنافس، انت بتلعب مع بولندا العنيده، واحد من اقوى 15 منتخب في العالم برايي، ومع ذلك المنتخب السعودي يفرض اسلوبه ويسيطر ويهدد. والله حسره ضياع الفوز في مباراه كهذه. اول شيء لازم احكيه انه الحكم ظلم المنتخب السعودي من دون قصد، بس بسذاجه وقله حيله وضعف عقلي شديد. الظهير الايمن البولندي كاش لو تم طرده في الشوط الاول لكانت المباراه اخذت منحى اخر تماما، ولا اشك في ذلك ولا قيد انمله. تدخل على سالم الدوسري اصفر وقد استحقه، وضربه للبريك بالمرفق هذه اصفر ثاني ما عليها كلام ولا جدال، وانت مغمض كاش كان لازم يطرد، وهون المباراه بتتغير تماما. طيب ليش الفار ما تدخل؟ بقول لك بروتوكول الفار ينص على انه لا يتدخل بالكرت الثاني ان ما طلب حكم الساحه اللجوء لهم. غريب جدا والله، بس برضه خلينا نحكي اللي إلنا واللي علينا. مشكله ضياع الفرص ما لحلها، كميه فرص في الشوط الثاني كان ممكن تعود فينا بالنتيجه، ولكن اللاعبين تفننوا في اهدارها. ثم المنتخب السعودي حتى الان سهل الوصول لمرماه، العويس وقلوب الدفاع مش دائما راح ينقذونا. الارجنتين وصلت كثيرا في الشوطين ولكنها اهدرت وتالق العويس، والفار انقذنا بعدله وانصافه. طيب بس مش دائما، بولندا في نهايه المباراه كانت راح تفتح علينا السكور، ميلك ضرب العارضه نيزك براسه، وليفا اصاب القائم، وليفاندوفسكي فجاه راوغ كل المدافعين وانفرد بالعويس بلمح البصر، والعويس انقذنا وربك ستر. وخطا عبد الله كذلك يدخل ضمن قائمه الاخطاء الفرديه في الخط الخلفي. في كاس العالم الخصوم لا ترحم، انت بتلعب على اعلى مستوى فني، خصمك بالامس هو ليفاندوفسكي افضل راس حربه في العالم، الحذر يا شباب ارجوكم. طيب هل الفوز على المكسيك ممكن؟ طبعا ممكن جدا، الحذر في الخلف وعدم تكرار ذات الاخطاء، ونكمل مثل ما احنا هجوميا
بس ارجوكم عامل الحسم والتسجيل من الفرص المتاحه، والسلام عليكم، مبروك علينا التاهل للدور الثاني. لو استمرت نفس مشاكل لقاء بولندا راح نزعل كثير كثير. بتشوف انه الحكم ظلم المنتخب السعودي؟ تقريبا صحيح. بتظن انه لو حصل الطرد ممكن تغير مجرى المباراه وانعكس تماما؟ اكيد الخطا صار في الشوط الاول. نعم. لو صار الطرد السعوديه تستحوذ تسجل 100%. شو رايك باداء العويس كحارس مرمى؟ بطل والله اسطوري. عبد الله بدي اعطيك هذا الكفر الخاص بالجالكسي زي فولد 4 الخاص بالمنتخب السعودي زي ما انت شايف، شوف ما اجمله. كيف ترى اداء المنتخب السعودي حتى الان في البطوله بعد اول جولتين؟ اداء عظيم جدا، يعني احنا كنا نتمنى بس مستوى، فاجئونا باكثر من ذلك. احسنت اخونا محمد، هذا هو الكفر الخاص بالزي فليب 4 مقدما من سامسونج جالكسي رسميا. الف شكر. حياك الله. وعليه شعار المنتخب السعودي زي ما انت شايف. طيب بالنسبه للمنتخب التونسي ممكن احكي كلمه من القلب؟ ليش المنتخب التونسي هو اكثر فريق في العالم يواجه صعوبه في تسجيل الاهداف؟ الهدف يولد ولاده قيصريه، صعب يسجلوا. هذا هو الشيء المشترك بين منتخب افريقيا مطلع العام وهذا المنتخب المشارك في كاس العالم، مع اختلاف المدرب والطاقم الفني، ولكن هي ذات المشكله. تونس لا تجيد التسجيل، صعب جدا. المنتخب اللي سجل 5 اهداف في مونديال 2018 عاجز عن تسجيل اي هدف في 2022. اهدار فرص كثيره، رعونه وتعجل وعدم مسؤوليه باللمسه الاخيره، خوف وارتباك ويشعر اللاعب بحمل ثقيل على كاهله فلا يسجل الفرص المتاحه. غريب ما يحصل مع المنتخب التونسي، ما يبدع فيه خط الدفاع يهدم تماما خط الهجوم الضعيف، شيء بزعل والله. الان تونس بحاجه للفوز على المنتخب الفرنسي ولا شيء سواه للتاهل لدور ال16. المنتخب الفرنسي راح يلعب بعناصر احتياطيه بالكامل في لقاء تونس، يا رب تكون فرصه ويستثمرها منتخبنا التونسي ليصعد مع الكبار. هي صعبه فنيا ومنطقيا ولكن ما زالت متاحه رقميا. طيب الارجنتين تفوز اخيرا وبصعوبه بالغه، ميسي يسجل للمره الثانيه على التوالي، وهاي المره هدف جميل جدا بتسديده من خارج منطقه الجزاء بعد تمريره جميله من دي ماريا. شوفوا اللاعب الذكي الفنان اللي بفوق الاخرين في الملعب. تمريره دي ماريا ما كانت سهله، بل هي قويه وفيها اندفاع. ميسي والكره في طريقها له ركز، مش وصلت الكره ثم قرر التسديد وشاهد انه في مجال للضرب. لا يا عزيزي، هذا هو الفرق بين لاعب ولاعب. ميسي والكره في طريقها له، حضر فكرته وجهز نفسه واعاد قدمه اليسرى وهيئها، استلامي اولى وهي نفسها سادفع فيها الكره اللي امامه واهيئها للتسديد، واللمسه الثانيه هي الضرب المباشر. لو لاعب غيره اللي يحتاج ل3 لمسات ليصل للتسديد، بس ميسي لانه ميسي كانوا فقط لمستين، ولذلك لاعب مثل ميسي المكسيك لا يترك لوحده على حدود منطقه الجزاء، من لا شيء يصنع كل شيء. لايك للحلقه واشتركوا في القناه، وحساباتي الشخصيه باخذكم فيها برحله موندياليه مميزه يوميا. اراكم على خير اصدقائي، سلام عليكم. اللي ما شاف حلقه لا رحمه وتقييم المنتخب القطري وكشف المستور وتوجيه اصابع الاتهام يشوفها من هون.